هنحط اول حاجه معلقه من السكر. معلقه من السكر دي بديل للجريسلين. معلقه السكر دي بديل للجريسلين. هندوبها الاول. هي يعني هتبقى ملطفه شويه عشان المواد الكيماويه اللي هنحطوها تكون ملطفه شويه على الايد. انت كده كده السائل ده هتعملي حطيه ببخاخه وهتعملي بفرشه او بالمكنسه المقشه الناشفه دي الخشنه. هيعمل لك يعني ايه، هظبط لك الدنيا كلها. هنحط مع بعد السكر ما حطيناه ودوبناه هنحط معلقتين من الكربوناتو او كربونات الصوديوم. 1 2. المقدار ده هنعمله على 2 لتر ميه، بس انا حطيت لتر دلوقتي وبعدين هبقى ازود لتر تاني. هندوب الكربوناتو برضو. الكربوناتو طبعا معروف جدا في تنظيف، في ازاله الدهون، حاجه خرافيه، حاجه تحفه في ازاله الدهون. هتحطيه على الملابس البيضاء هيبقى جميل، هتحطيه على الدهون هيزيلها بشكل كده. يعني الكربوناتو ده لا غنى عنه في البيت ابدا، حتى لو ما عملتوهوش في اي وصف كده هتستخدميه في الغسيل هيبقى جميل قوي. هنحط كمان معلقه من الملح ليمون. بصوا الفوران اللي عمله الكربوناتو. برضو الملح ليمون في ازاله الدهون حاجه يعني حاجه جميله جدا جدا. الحاجات اللي بتنظف وبتخلي الغسيل يعني بتشيل الدهون بشكل جميل جدا خالص. ده حلو للشفاط، حلو للبوتاجاز، حلو للدهون السيراميك، حلو دهون المطبخ. ده كده حطينا معلقتين كربونات ومعلقه ملح ليمون. هنحط بقى المكون الاساسي. طبعا هنحطوه بعد ما دوبنا الكربونات ودوبنا الملح ليمون وخلص الفوران. هنحط نص كوبايه من الصودا الكشور. هندوبها. تبعدي خالص نفسك عن الصودا عشان خاطر او البوتاص، احنا بنقول عليه بوتاص. تبعدي صدرك، وخصوصا لو عندك حساسيه في صدرك او حاجه خلي بالك جدا جدا من البوتاص. متخليش اطفال جنبك وانت بتعملي الحاجات دي. طبعا هو سخن، احنا مش مشكله عندنا السخونيه دلوقتي، مش زي الصابون يعني. كده دوبناه كويس. كده فاضل ايه؟ فاضل كوبايه مج من صابون السائل. اي بقى صابون سائل عندك، صابون انت عاملاه، صابون جايباه من بره، اي نوع صابون سائل هتحطيه هيبقى حاجه حلوه. احنا بنحط صابون سائل ليه؟ عشان خاطر ما نحتاجش اي حاجه. هي هتبقى في البخاخه فيها الصابون بتاعها وفيها مواد ازاله الدهون بتاعتها. هتبقى حاجه جميله خالص، حاجه تحفه، مش هتحتاج اي حاجه تانية. كده تمام. المكون الاخير بقى هيكون ايه؟ المكون الاخير هيكون الكلور. الكلور هنحط مج من الكلور. ده بقى ايه الخلاصه. الخلطه دي هتشيلك الصدى من الارض، هتشيلك الدهون، دهون البوتاجاز، دهون الشفاط، دهون الازاز بتاع البوتاجاز. هيخلولك طبعا انت عارفه رمضان وطواجن رمضان وحاجه رمضان. احنا خلاص كل سنه وانتم طيبين. عايزين بقى تنظيف عميق للدهون اللي حصلت في الشهر ده بحاله. فدي الخلطه دي هتجيب لك من الاخر لكل حاجه، للشبابيك الالوميتان، للسيراميك، للبوتاجاز، للارضيات بتاعت
عفوا من الارضيات السيراميك، لكل حاجه كل حاجه تتخيليها في المطبخ وبره المطبخ، البيبان الالموتال كل حاجه. هتستخدميها ازاي دلوقتي؟ تستخدميها ممكن عادي على طول، مش هنستنى حاجه. هتحطيها ببخاخه وترشي البخاخه على المكان اللي انت عايزه تنضفيه، مثلا على السيراميك، على البوتاجاز، على الشباك، على اي حاجه، وتسيبيها ثواني كده اهوت وبليفه او بفرشه او بمقشه، وفي ثانيه هتنضف لك كل حاجه وهتخلي لك الدنيا فل. يا رب الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم، والوصفه دي حاجه جميله خالص، جربيها. ويا ريت لو جربتيها وعجبتك اكتبي لي في التعليقات، ولو ما عجبتكيش برضو اكتبي لي في التعليقات، عادي جدا، انا اقبل النقد. إيه، شكرا، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.